السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيتكم بالسلو المغربي بايدي جزائريه. هنا درت اللوز، درت 600 حتى 700 غرام تاع اللوز، حمستو حتى عطاني اللون اللي حبيتو انايا. وفي المقله ثاني درت الدقيق، درت ثاني واحد 600 غرام تاع الدقيق، يعني الفرينه، ماشي البيضه يا البنات، درت انتغرال. دقيق القمح الكامل، حمستها حتى تحمست وداتني اللون اللي حبيتو انايا. وغربلتها، نحيت لها دوك كاع الكويرات هادوك، غربلتها وخليتها بتجيه. دوكا البنات نجوزو للمقادير. هنايا العسل، ديت واحد 2 مغارف تاع العسل درت له. هنا خليط بين الجوز واللوز والكاوكاو. هنايا 4 مغارف تاع السكر، هنا كاوكاو مرحي، هذاك اللوز، وهدايا الجوز مرحي، درت شويه برك. وهنايا خليط بين النافع وحبه الحلاوه. النافع هو الانيس، وهنا قرفه هذيك الصغيره هي القرفه، ومن بعد زدت له شويه تاع قرفه خاطرش ما خرجتليش البنه تاعو مقبل. ما حبيتش نكتر خاطرش تعرفوا الدراريه البنات ما يحبوش قاعد العقاقر ولا التوابل هادو. هنا درت هذيك الفرينه اللي حمستها وغربلتها، وهذيك المغرف تاع التوابل هادوك اللي درناهم، النافع والانيس، القرفه هذيك. دوك ندير هذاك 4 مغارف هادوك تاع السكر. راني درت 4 مغارف، ما حبيتش ندير بزاف حتى ندوق ونشوف الا تجيني مسكره ولا لا. جاني هايل البنات، ما جاني مسكر، ما جاني صامت. هذا اللوز مرحي كما قلت لكم، مرحي ومقلي. ما والكاوكاو البنات انا حمسته في الفرن، ما قليتوش، اللوز برك اللي قليت، والجوز ثاني حمسته، درت كمشه تاع الجوز يا البنات، ما درتش بزاف. حبيت برك نستافدوا من الفوائد تاع المكسرات. هذا الكاوكاو البنات، وكي رحيتهم البنات في الرحايه تاع اللي ترحي لكم، كل وحده عندها الرحايه تاعها. كي رحيتهم البنات درت لهم كاع زوج مغارف تاع زيت الزيتون ياك البنات، باش دار لي هذاك الجوز، درت له غير مغرف خاطرش الكميه قليله. هذا الجوز، وبعد تيك هذا وما قلت لكم خليط بين الجوز واللوز والكاوكاو، درت لهم كاع كل شويه شويه. وفي الفرينه يا البنات درت السمسم، درت السمسم، درت واحد 4 مغارف في الفرينه، والاخرين الجوز رحيت معاه شويه، والكاوكاو رحيت معاه شويه، واللوز ثاني درت له شويه تاع الجلجلان، هو السمسم حنا نقولوا له الجلجلان. هذا البنات كنت نخلط فيه مليح مليح باش يتخلطوا عفوا، باش يتخلطوا كاع المكونات. هنا عجن ما تعجن عجنوا يا البنات، عجنوا، لحوا كاع زعافكم فيه. كلاكو تعجنوا في كاش مطلع ولا كاش خبز. انا باش يخرج كاع الزيت تاعو ما زدت له والو يا البنات، ما درت له والو، غير كي رحيتهم قلت لكم هذوك المكسرات درت لهم زوج مغارف حتى 3 تاع حتى 4 كاع، حتى نشوفوا بدا يولي سائل. وهنايا دوك نزيد دوك 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع العسل، خاطرش كي دقتو شويه ماشي حلو بزاف. ومام درت لهم هذوك 2 مغارف و3 مغارف تاع اسمو العسل، ما جانيش كاع حلو يا البنات. انا ولادي ما يحبوش بزاف الحلو، وانا تاني ما نحبش الحلو، والتوابل ما يحبوهم ليش. بصح هنايا انا كي درت هذوك
التوابل والله ما خرجش، ما خرج الكو تاعهم ما خرجش. يعني المكسرات تغلبوا على وزيت الزيتون هذاك تغلبوا على الذوق تاع واسمو تاع التوابل هذوك اللي درناهم. انا ثاني كملت خلطت ديك واسمها العسيله هذيك، العسل كانت شويه يابسه بصح درتها هكذاك وبديت نعجن فيه. هنا البنات شوفوا بعد ماراطون مع المكسرات هادو، هاو بدا يخرج الزيت تاعو، بدا متخلط لي كامل. هاولي كان نوري لكم باللي خلاص ما عنده ما يزيد ان شاء الله برك. انا درتو على ذوقي انايا ياك البنات، ماشي درت الوصفه الاصليه هما كيديروها يديروا كلش، والاكثريه يعرفوا كيفاش يديروه. انا قلت والله غنجربوا صحي يا البنات، صحي بزاف بزاف. هاد المكسرات هادو ما كاع مع الفرينه والعسيله والتوابل هادو ما صحيين بزاف البنات، سورتو في رمضان هكا مغرف هكذايا، ولا كي يشرب واحد لاتاي ولا يشرب قهوه مليح. هاوليك البنات دوكا شبعت فيه شبعت فيه الضرب العجين. خلاص دوكا نعمرو في طبسي ونقدمه لكم ان شاء الله يعجبكم بصحتكم اللي جربتها بصحتها، وان شاء الله نكون في حسن ظنكم ان شاء الله، وبقاو على خير.